السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله النهاردة بإذن الله انا عندي جايبة قرص قرنبيط حلو كده اهو يا جماعة. هخلله بإذن الله، ومعايا جزر قطعته زي ما انتم شايفين كده نصين، هخلله مع القرنبيط. انا هبدأ بقى اقطع القرنبيط ان شاء الله. هقطعه بقى عشان انا هخلله، هقطعه حتت صغيرة. بصوا يا جماعه التخليل، انت هتخللي القرنبيط اهو، بتقطعيه كده. بصوا بالمنظر ده عشان ما يبقاش كبير اهو. بصوا يا جماعه بنفس الطريقه اللي انا بعملها كده اهو. كده بالظبط، قطع حتت كده ويتخلل. هقطع انا واوريه لكم ازاي ان شاء الله حبايبي. اهو كده انا هقطعه كله كده زي ما انتم شايفين. بصوا كده عشان اخلله اهو، واحطه في الحله عشان اغسله وابدا اخلله واوريه لكم. بصوا يا حبايبي، انا قطعت اهو القرنبيط حتت صغيره زي ما قلت لكم، والجزر بصوا انا بقطعه ازاي. بصوا التقطيع الجميل ده، انا مقطعاه بالقطاعه دي اهي. بصوا القطاعه دي بقطعه كده اوريهولكم اهو. بصوا يا جماعه كده اهو هقطعه. بصوا طلع منظر حلو ازاي، عشان يطلع ايه فايده القطاعه دي. بتطلعه زي ايه، بتقطعيه زي بتاع المخلل بالظبط، مشرشر وجميل وحلو ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعه. هحطهم كلهم كده واغسلهم. انا هخلي الجزر مع القرنبيط. بس تقطيع الحاجه اهو وهقوم اغسلها ان شاء الله، واوريكم كده ملحوظه. المبشره الصغيره دي بسم الله ما شاء الله دي انت تقطعي منها اي حاجه تخليها تعملي بيها اي حاجه، لانها بتطلعها زي المحل بالظبط. وهنا تبشري عليها اللي انت عايزاه. وهنا دي مبشره التوم لو عايزه تبشري توم ولا حاجه اهي. بسم الله ما شاء الله انا جبتها وبقطع بيها المخلل، بتديها منظر جميل قوي زي ما انتم شايفين كده. هغسله بقى واوريه لكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا دلوقتي غسلت اهو القرنبيط والجزر. عندي هنا حبة توم اهو، دقتهم نص دقة خفيفة. هحطهم كده ونسمي الله، نقول بسم الله. وعندي مية اهي، هنسمي الله كده ونحط فيها التوم. هنحط مع التوم شوية عصفر كده. ومعايا ازازة اهي، ازاز. ومعايا برطمان اهو، هوريكم هعمل فيهم ايه. وعندي هنا هريسة حمراء، احطها كده عليهم. ملح، احط حوالي كده 5 معالق ملح. ومعايا خل اهو يا جماعه. بصوا احط كده بالظبط، مش هكتر اهو، حوالي بالظبط كده نص كوبايه خل. هنسمي الله كده وابدا اللي انا اعمل كده اهي. ادوب الملح كويس. اهو الملح يا جماعه داب كويس قوي اهو. والازازه اهي معايا، احط كده في الازازه زي ما انتم شايفين كده. احط القرنبيط اهو، احط حبه قرنبيط وحبه جزر يا جماعه. جزر اهو، اهو. هملاها واوريها لكم بعد ما املاها. حب الازازه اهو برضه احط عليها ميه.
اهو يا جماعه انا بحط عليه الميه اهي، الدقه اهي حطيتها عليها، والدقه اهي حطيتها عليه اهي. يعني كده ان شاء الله هيقعد بالظبط كده حوالي 15 يوم، لان ده القرنبيط ني والجزر ني. 15 يوم وهتلاقيه استوى وبقى جميل وطعمه هيبقى حلو جدا، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.